من جمال الجبلي إلى جمال الشريف. صباح الخيرات كابتن جمال، شو صباح الخير؟ صباح الخير. صباح الخير طبعا. اوكي تفضل. صباح الخير. صباح الخير زميلي هشام وبضيوفك الاعزاء المشاهدين. مباراة اليوم ريال والمان سيتي ادارها دوميرس كومينا السلوفيني خلال 97 دقيقة و34 ثانية، محتسبا 15 مخالفة صحيحة، لكنه اعتقد انه اخفق في بعض الاحيان في تقييم بعض المخالفات والتي بلغت 6 مخالفات غير محتسبة، 2 على الريال و4 على السيتي، اضافة ل4 انذارات مستحقة، واعتقد كان يمكن ان يضيف انذارين اخرين، واحد لراموس عندما تطاول بيده باتجاه غويرو في الدقيقة 31، وأيضا عملية مسك لأوتوماندي على كريستيانو رونالدو قبل أن يرتكب المخالفة، وكانت خارج منطقة الجزاء، منعه من التقدم والاستحواذ على الكرة والدخول إلى عمق منطقة الجزاء، لكنه لم يرى المخالفة، إضافة ل7 حالات تسلل، 6 صحيحة، 1 خاطئة على ريال وأخرى غير محتسبة على السيتي. حالات التحكيمية تلخصت في 3 حالات. الحالة الأولى كانت في الدقيقة 20 ونتحدث عن هدف ريال. طبعا هدف ريال تمريرة من كارباخال باتجاه جاريث بيل في المنطقة القريبة من الحكم المساعد، وهناك تغطية من أوتوماندي عند تقريبا منطقة الجزاء أو نقطة الجزاء، وبالتالي قرار الحكم صحيح، كان باستمرارية اللاعب وتسجيل هدف صحيح لا غبار عليه، لا وجود لأي حالة تسلل. وعملية التغطية كما ذكرنا هنا، التمرير من منطقة قريبة من الحكم غالبا ما تكون صعبة في بعض الأحيان، والتغطية عندما تكون بعيدة عن اللاعب الذي يستحوذ على الكرة في المنطقة البعيدة، وكما نلحظ أوتوماندي كان يغطي، هو أخذ ثاني مدافع، وبالتالي جاريث بيل في موقف صحيح. إذا تمريرة صحيحة وهدف صحيح لريال، وهو الهدف الأول والوحيد للمباراة في الدقيقة 20. فيما كانت الحالة الثانية في الدقيقة 27 لبسة يد غير متعمدة على المان سيتي داخل منطقة جزائه، خوسيه رودريغيز يلعب الكرة مسافة قريبة، اليد كانت طبيعية، اليد لم تحاول أن تتحرك باتجاه قطع الكرة، الحكم طبعا كان قريب جدا، وبالتالي الحكم استمر باللعب دون أن تدخل، وقرار الحكم صحيح، لمس موجود لكنه غير متعمد، المسافة قصيرة كما ذكرنا، اليد كانت طبيعية، اليد لم تتحرك إلا عندما حرك الساق قليلا تحركت، وهنا عملية إبعاد لليد، وحتى الكرة عندما صدمت في اليد هي راجعت إلى الخلف، بالتالي هذا كله يدل على أن اللمس غير متعمد. هنا من ركلة ثابتة في الدقيقة 36. تفضل. ليش يده مفتوحة؟ ليس قريب، ليش ما يحطش يده وراه؟ لا، ليس من واجب، طبعا ان استطاع اللاعب ان يضع. ليش يده مفتوحة؟ يده موجودة عادية طبيعية، ليست مرفوعة. كيفاش مفتوحة طبيعية؟ طبيعية. أول حاجة يعملها المدافع وقت المهاجم يبدا يحط يديه جنب جسمه. ليس من الضروري أن يلعب اللاعب ويضع يده خلف، إن فعل ذلك فهو فعل إيجابي وهو فعل احترازي جيد، لكن اللاعب ليس من واجبه أن يضع يده. اليد هي جزء طبيعي من الجسم، وبالتالي على طبيعي، لكن مش مفتوحة. طبيعي وقت تبدا لاسقه الجسم، هي لاصقه، يده مفتوحه، هي لاصقه. عاود شوفها افتحها. هو لا، انا طبعا انا اعتقد هذا هو رايي، طبعا هذا هو رايك طبعا، هو هذا رايي، واعتقد انا اوافق الحكم على بعد حوالي 1.5 مترين. اليد طبيعية، اليد ليست مرفوعة، اليد عندما تكون مرفوعة يجب أن تكون قريبة من الجسم، تماما متوازية مع الجسم. اليد ليست هنا. يحاول اللاعب أن يبعد يده، نلحظ اللاعب يحاول أن يعيد يده إلى الخلف. الكرة بعدت له يده. عظيم. تماما، عندما تبعد اليد الكرة وتتحرك بالاتجاه الذي تتحرك فيه الكرة، إذا اللمس غير متعمد. عندما تثبت اليد، عندما تصطدم اليد وتبعد الكرة، إذا اللمس هنا يكون متعمد. وأعتقد قرار الحكم صحيح والتقييم صحيح، وهذه هي الاعتبارات. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 36، نتحدث عن ركلة ثابتة، طبعا كروس يلعب الكرة باتجاه عمق منطقة الجزاء، هناك أكثر من لاعب في موقع تسلل، وبي تحديدا هو كان في موقع تسلل خلف أوتوماندي الذي كان هو أخر ثاني مدافع. سنلحظها من زاوية أخرى، وسنلحظ هناك أكثر من لاعب، 3 لاعبين على الأقل هناك كانوا في موقع تسلل، أو 4 لاعبين. هنا أوتوماندي، وهذا خط التسلل هو الخط الأصفر، وبالتالي بيبي في اللحظة التي يبعد فيها الكرة من كروس من ركلة ثابتة، وهذه حالات ركلة ثابتة والجميع قريب من الحكم، إذا الحكم مساعد هنا في موقف جيد ويستطيع أن يقيم ويقدر بشكل إيجابي. بطبيعة الحال بعد أن لعبت الكرة هو في موقف تسلل، بعد أن لعبت لم يكن هناك حالة تسلل فيما بعد، عندما ذهبت كرة باتجاه
راموس وأحرز هدفا، لكن الحالة هي الأولى، هي الحالة الأساسية، وبالتالي قرار الحكم صحيح. وأعتقد بأن طاقم التحكيم عموما قدم مباراة جيدة، والمباراة لم تكن صعبة ولم يتعرضوا اختبارات كثيرة. شكرا الكابتن جمال شريف. هذه الحالات التحكيمية. نصل إلى الختام.